دي مش شطه يا أميرة، دي نيجي بس يا اختي، نيجي بس يا اختي. ما يقولوا الحقيقه، مكسوف من ايه؟ قولوا انهم في دار المسنين. سامح مش محتاج يقول لي حاجه يا مرات اخويا، عمتي اتصل بيا وقالت لي على كل حاجه. رميت ابوك وامك في دار مسنين يا سامح. ثواني بس عشان شكلي عمتي فهمتها غلط، ممكن نقعد وانا هفهمك كل حاجه؟ ما تاخذنيش يعني يا استاذ وائل، بس انا عايزه افهم، هي عمتك دي كانت فين وابوك وامك تعبانين؟ ما خدتهمش عندها ليه ما دام هم صعبانين عليها قوي كده؟ بقول لك ايه، انا بكلم اخويا وانت مالكيش حد تدخلي. انا مش مصدق انك تعمل كده. طب ازاي؟ وليه؟ صدقني علشان خاطر مصلحتهم. مصلحتهم هنا في بيتهم. انت ازاي قلبك طوعك تعمل كده؟ انت اكيد واحد تاني انا معرفوش. يا وائل افهم، بابا وماما تعبوا وانا كنت خايف عليهم. خايف عليهم؟ انت ما بتخافش غير على نفسك، ما بتحبش غير نفسك وبس، ما بتحبش غير انك ترضي مراتك حتى لو رضاها على حساب ابوك وامك. لا يا وائل، على حساب الناس اللي كبروك وخلوك راجل. كفايه يا وائل. لا مش كفايه، لازم تفوق وتصحى. فوق يا استاذ، بص لنفسك في المرايه هتشوف واحد ملوش شخصيه. كفايه بقى يا وائل، كفايه. على فكره بقى مش انا بس اللي غلطان، انت كمان غلطان. واذا كنت انا مشيت ورا كلام مراتي زي ما انت ما بتقول، انت كمان مشيت ورا احلامك وطموحاتك وسافرت برغم انك انت عارف ان بابا وماما تعبانين. فاذا كان المفروض ان في حد يتحاسب، فالمفروض ان انا وانت نتحاسب على ده. عندك حق، انا فعلا غلطت لما وثقت فيك، غلطت لما افتكرتك راجل قد المسؤوليه، غلطت لما صدقتك لما قلت لي سافر ما تقعدش الهم. انا هجيبهم يعيشوا هنا لحد ما الاقي شقه تانيه، وانت عمرك ما هتبقى راجل. انت سكت له ليه؟ انت لازم تفهمه انا راجل البيت ده. راجل؟ ما تقوليش راجل بس. انا عمري ما هبقى راجل. انا مش ورا كلام الناس. ابويا وامي اللي كانوا عاوزين يضحوا باي حاجه علشان خاطر انا ارجع تمام. عملت انا ايه؟ رميتهم بايدي في دار مسنين. حتى اخويا وائل بقيت في نظر العيل اللي مش قادر يتحمل مسؤوليه ابوه وامه. وائل انا زهقت بقى. انا اللي زهقت منك ومن افعالك، زهقت من شخصيتي المهزوزه قدامك، زهقت من كل حاجه. انت بتتكلمي وانا اللي بسمع، انت بتخططي وانا اللي بنفذ، وكل ده ليه؟ علشان خاطر اهلك على حساب اهلك. سامح ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي سمعتيه. من النهارده مش هبقى كده. من النهارده مش هبقى الراجل اللي انت عرفتيه. من النهارده انا اللي هتكلم وانت اللي هتسمعي. انا هامر وانت اللي هتنفذي. انا هجيب ابويا وامي يعيشوا معانا هنا، وانت هتخدميهم لحد اخر لحظه في عمرهم. انت فاهمه؟ كل ده عشان كلمتين قالهم لك اخوك. خد موقف وخليك راجل لمره واحده في حياتك. انا راجل غصب عنك. انا هخش جوه اخد حاجتي وهنزل اجيبهم وهيعيشوا معانا في البيت ده. المسرحية طبعا غلط طبعا. انا مش عارف. ده احلى. كويس انا انت لوحدك يا امير. انا محتاج لك قوي يا اختي. ارجوك يا نعيم، انا ما فيهاش دماغ اسمع اي حاجه. امير انا تعبان قوي ومحتاج لك يا اختي. روح خد لك برشامه ونام. شمت ايه يا امير؟ شمت ايه يا امير؟ انا اللي انا عايزه احسن من كده بكتير. انزل شوف لك دكتور وسيبني في اللي انا فيه. أميرة أنت الدكتور بتاعي يا أمير. أنت دواء يا حبيبتي عشان خاطري. أنت عايز مني إيه؟ عايز فلوس يا أختي، الفلوس هي دواء. أنت مش قلت إنك هتتغير وتبطل الهباب ده؟ وحياتي عندك يا أميرة عشان خاطري، أنا عايز فلوس أموت. أنا شطبت، أنت خدت كل اللي حيلتي. يا أميرة ده هي 100 جنيه بس وأنا مش هعمل كده. قلت لك ما معيش. يا أميرة أوعدك إن أنا اتغير يا اميره وابقى حد كويس. قلت لك ما معيش.
أميرة دي 100 جنيه بس. سيب الشنطة. أميرة دي 100 جنيه بس يا بقول لك سيب الشنطة. يا أميرة عشان خاطري سيب الشنطة. أميرة دي 100 جنيه بس. سيب الشنطة. وحياة أمك. سيب الشنطة بقول لك. يا أميرة دي 100 جنيه بس يا أختي. 100 جنيه بس يا أختي. 100 جنيه مش هاخد غيرها. عشان خاطري يا أميرة. يا أميرة عشان خاطري. أميرة. أميرة. كويسة. أميرة يا أميرة، أنت فين يا أميرة؟ أميرة 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 أميرة، أنت كويسة؟ يا أميرة 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 أميرة، أنت كويسة؟